السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب 12 أدبي. أهلا بكم في حصة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنكمل على المتغيرات العشوائية المتصلة تكملة للحصة اللي فاتت. أول شيء بيقول لنا المتغير العشوائي المتصل هو المتغير الذي تكون مجموعة القيم الممكنة له عبارة عن فترة من الأعداد الحقيقية، أي أن مدى المتغير العشوائي المتصل س حيث س أكبر من أو يساوي الألف وأصغر من أو يساوي الباء، وهي مجموعة غير قابلة للعد. شوفوا بقى المثال ده. أول حاجة بيقول حدد إذا ما كانت المتغيرات التالية هي متغيرات عشوائية متصلة أو متغيرات عشوائية متقطعة. شوفوا يا ولاد، متغيرات عشوائية متصلة فيها اتصال، في استمرار، تمام. عشوائية متقطعة أجزاء، حاجة بينفع نجزأها. طب أول حاجة لو ركزتوا معايا كده، شوفوا بيقول عدد الأهداف في مباراة كرة القدم. عدد الأهداف في مباراة كرة القدم، هل أنا ينفع أقول مثلا شخص جاب جون ونصف؟ لا، ما ينفعش. هو جاب جون، جونين، 3 وهكذا. يبقى عدد الأهداف في مباراة كرة القدم ده حدث متقطع. الحرارة القصوى في منطقة معينة، مثلا أنا هاجي أتكلم على الحرارة، درجة الحرارة في الكويت، هتكلم على جزء منطقة معينة ومنطقة لا، هي كلها درجة الحرارة معممة في المكان كله، فده اتصال، فدي متصلة. طب طول الطلاب في الصف الثاني عشر من مدرستك، طيب انتوا في نفس الصف، هل مثلا هيكون في فوارق كتيرة؟ لا، في نفس الصف او نفس المرحلة في تقارب كبير جدا بين الطلاب في الشكل، في الطول، في الصفات كده، يعني مرحلة معينة. يبقى ايه السمة بتكون سائدة فيهم، الصفات بتكون متشاركة ما بينهم، لذلك هتكون متصلة. عدد الأخطاء في صفحة كتاب ما، طب انا بقرأ كتاب لقيت في صفحة ما خطأين، هل انا بشرط اساسي ان انا هلاقي اخطاء تاني في الكتاب؟ لا، مش شرط، لذلك هنقول دي متقطعة. تمام. طيب انا بذكركم بس علشان لما نكمل حل باقي التدريبات. خواص دالة كثافة الاحتمال، قال لي اول حاجة بيقول لنا ايه؟ دال س هي دالة متصلة على مجالها. دال س أكبر من أو يساوي الصفر لكل قيم س التي تنتمي لمجال الدالة. قيمة المساحة المحددة بمنحنى الدالة، المساحة اللي هنا يا ولاد أهي، اللي هي إيه؟ منحنى الدالة اللي هي بين ألف وباء، ماشي. ومحور السينات تساوي الواحد الصحيح، يعني عايزة أقول لكم إن المساحة دي كلها هنا بتساوي الواحد الصحيح، ماشي. يمكن إيجاد الاحتمال بحساب المساحة تحت إيه؟ المنحنى، ماشي. تنعدم المساحة المظللة في الشكل السابق إذا كانت ألف بيساوي باء. يعني خدوا بالكم، لو إحنا عندنا في الجزئية دي ألف وباء، قلتها المرة اللي فاتت، لو قلنا ألف وباء دول متطابقين يبقى فين المساحة؟ يعني أنت عندك بالشكل ده كده أهو، أدي ألف وأدي باء وأهو متطابقين فوق بعض، يبقى مفيش مساحة، أي أنه أي متغير عشوائي متصل فإن احتمال س بيساوي ألف بيساوي إيه؟ صفر. اتكلمنا على حلينا بعض التدريبات، وان شاء الله هنكمل النهارده. شوفوا السؤال ده، بيقول اذا كان س متغيرا متصلا ودالة كثافة الاحتمال له هي نصف، دال س نصف عندما س اكبر من او يساوي الصفر واصغر من او يساوي الاتنين، وصفرا ايه فيما عدا ذلك. تمام. بيقول لي اوجد احتمال ان س تكون اصغر من او تساوي 3 على 2، واحتمال ان س تكون اكبر من او تساوي 3 على 2. طيب تعالوا نشوف واحدة واحدة كده. خدوا بالكم النصف دي اللي هي انا كل الصور بتاعتي، يعني انا مثلا اهو كل الصور بتاعتي في الفترة دي اللي هي السين اكبر من او يساوي الصفر واصغر من او يساوي الاثنان، كل الصور بتاعتي بنصف. يعني الخط الرأسي عندك اللي هو ده السين هنخليه نصف عشان تكونوا فاهمين. بس اجي اعمل خط رأسي كده الشكل ده، ونيجي هنا دي السين ودي ده السين، ماشي. شوفوا بقى، احنا هنا كل الصور اللي هتطلع لنا هنا تكون بنصف اللي هو على الخط الرأسي، تمام. طيب بعدين نيجي نشوف اول شيء كده،
بيقول لي عايز احتمال، طبعا نحط الاعداد برضو هنا، ادي واحد مثلا ادي اثنان. بيقول لي عايز احتمال السين اصغر من او تساوي 3 على الاثنان. طب احنا بنحسب ايه؟ المساحة. مسائل انا قلت لكم الاشكال دي كلها هتطلع على شكل مستطيل، ولذلك بنطبق قانون من ايه؟ مساحة المستطيل اللي هي الطول في العرض. شوفوا كده، هنيجي نقول ادي احتمال السين اصغر من او تساوي 3 على الاثنان. تمام. يبقى احنا عايزين نطبق قانون المساحة، مساحة المنطقة المظللة. س اصغر من او تساوي 3 على 2. يعني هنيجي هنا بصوا نشوف نحددها. ولتكن هنا ادي بين الواحد والاتنين نحط 3 على 2. تمام. يبقى انا هاجي اظلل الجزء ده ايه؟ الجزء ده كله. المفروض دي تكون ابعد شوية، المفروض السنة دي تكون هنا كده. ماشي. يبقى انا كده ايه؟ عايزة اجيب المساحة بتاعة المنطقة دي. اجي اقول شوفوا التلاتة على الاتنين الطول في العرض. ادي الشكل بتاعي اهو. ادي اقول مساحة المنطقة المظللة اللي هي بتساوي الطول في العرض. ماشي. يبقى انت عندك كده كام؟ يبقى الطول نيجي نعوض بالقيم 3 على 2 ضرب ايه؟ ضرب النصف، يدينا 3 تقسيم الأربعة. يبقى انا كده جبت اول ناتج عندي. طب تعالوا نشوف الاحتمال التاني. بيقول الاحتمال ان ادي احتمال ان السين بتاعتي دي تكون اكبر من او تساوي 3 على 2. طب تعالوا نشوف الكلام ده. اعمل خط رأسي خط افقي. ادي السين وادي الدال سين. دي طبعا نصف، كل الصور بتاعتها هنا بنصف. تمام. وادي هنا واحد، 3 على 2. ادي مثلا 2 اهي. انا عايزة احتمال ان السين تكون اكبر من او تساوي 3 على 2. يبقى نيجي نختار كده او اكبر من او تساوي 3 على 2 اهو. يبقى المنطقة دي. يبقى هنظل المنطقة دي. تمام. ولذلك هاجي اجيب برضو مساحة المنطقة بتاعتي اللي هي ايه؟ هنقول الطول في العرض. يبقى هنقول نصف ضرب نصف هيساوي 1 تقسيم الأربعة. تمام. يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ بنجيب المساحة بتاعة الشكل. عايزة اوريكم جزء برضو. شوفوا بقى يا ولاد، لو عندنا عدد وجنبيه رمز. لو عندنا عدد وجنبيه رمز، وكذلك الأمر بيقول لنا أوجد الاحتمال في الحالات بتاعته. طيب أنا عارف بقى إن أنا كل الصور بتاعتي هنا من السين أكبر من أو يساوي الصفر والسين أصغر من أو يساوي الأربعة، كل جزء ده الصور بتاعته إيه؟ عندي إيه؟ 1 على 8. شوفوا هنعمل إزاي. المثال ده هتلاقوه في الكتاب يا ولاد صفحة 42. أول حاجة هعمل جدول أجيب بيه قيم د س. شوفوا إزاي. ادي س وادي د س. خدوا بقى من الصفر لحد الأربعة، يعني ادي صفر
1 2 3 4 0 1 2 3 4. وناخد بقى، شوفوا هنعوض عشان نجيب ده س، نشيل كل س ونحط قيمتها. شوف ازاي نشيل كل س ونحط قيمتها. يعني تمن ضرب 0 يدينا 0، تمن ضرب 1 يدينا 1 على 8، تمن ضرب 2 يدينا 1 على 4، تمن ضرب 3 يدينا 3 على 8، تمن ضرب 4 يدينا نصف. تمام. طيب بعدين نيجي بقى نشوف الاحتمالات بتاعتنا. اول حاجة بيقول عايز احتمال ايه؟ احتمال السين اكبر من او يساوي 0 او السين اصغر من او يساوي 4. طيب اول حاجة الاحتمال الاولاني عندي ده وده. تمام. هاجي اقول انا الاحتمال الاول عندي اللي هو س اكبر من او يساوي 0 اصغر من او يساوي 4 يساوي، اجيب مساحة المنطقة المظللة. تمام. طيب تعالوا بس كده نشوف، نعمل خط رأسي وخط افقي، وهنا س وهنا د س، ونيجي بقى ايه نمثل النقاط بتاعتنا. طبعا هنا عندنا ايه، عندنا النصف، او ممكن انا احط لكم كل القيم عشان تفهموها. اهو مثلا 1 على 8، 1 على 4، 3 على 8، وفي الاخر نصف اهو. تمام. نيجي بقى ناخد القيم. اول حاجة عندنا 0 وصفر اهو، بعدين ايه 1 وتم اهو مثلا، بعدين 2 وربع، ادي 1 2 ادي 3 ادي 4، 2 وربع على شوية كده لفوق، بعدين 3 وثلاثة أسمان اهو، بعدين اخر حاجة ال4 وادي النصف. اروح ايه قافلة المثلث بتاعي كده. تمام. طبعا هنطبق مساحة ايه المثلث، فنقول نصف طول القاعدة في الارتفاع، يبقى لذلك هناخد النصف هنضربه في ال4 قاعدة في الارتفاع النصف. لو دخلتهم على الآلة كلهم هتلاقوهم بيساوي 1. ده الجزء الأول. بعد كده بيقول لي عايز احتمال س أصغر من أو يساوي الاثنان، س أصغر من أو يساوي الاثنان. كذلك الأمر هنيجي نقول ايه احتمال س أصغر من أو يساوي الاثنان يساوي، هاجي أعمل نفس الخطوات بتاعتي. طبعا عندكم على الدفتر يكون الرسم أفضل بكتير. وادي عندي النصف اهو، وادي عندي القيم 1 2 3 4، ونبدأ نحط النقاط. كذلك الأمر ادي 0 وصفر، هنيجي بقى نشوف هنا عايزين مساحة س أصغر من أو يساوي الاثنان، أصغر من أو يساوي الاثنان. لذلك هيكون عندي المساحة هنا بتساوي ايه نصف ضرب الاثنان ضرب الارتفاع طبعا اللي هو 8 ضرب الاثنان يساوي، لو دخلنا كل القيم ده على الآلة هطلع لي 1 على 4. تعالوا نشوف مثال تاني.
كذلك الأمر بيقول إذا كان السين متغيرا متصلا فدالة كثافة الاحتمال له هي نفس الكلام، نفس الخطوات. أول حاجة هنيجي نجيب القيم بتاعتنا هنا في الجدول ده كده، ادي س وادي د س، وهناخد من الصفر لاثنان، صفر واحد اثنان. نبدأ نعوض ونجيب قيم د س، هنشيل كل مرة س ونجيب قيمتها. هنا صفر، هنا نصف، هنا واحد، وابدأ اجيب كل احتمال هو محتاجه. اول حاجة هقول احتمال السين اصغر من الواحد. طب تعالوا نشوف الرسمة بتاعتنا. نعمل خط رأسي وخط افقي، هنا س وهنا د س، هنا واحد وهنا اثنان، وطبعا هنا النصف، حط النصف هنا فوق كده. هنيجي نقول صفر وصفر، واحد ونصف، اثنان وواحد، يكون هنا مثلا فوق، ونروح موصلين المثلث بتاعنا. لا بالظبط، لحظة، ادي صفر وصفر، واحد ونصف، شوية تحت كده، واثنان وواحد، نيجي نوصلهم كده كده اظبط اهو، بس كده. ونيجي نشوف الاحتمال بتاعي هنا، لذلك هنقول ايه؟ النصف ضرب الواحد ضرب النصف ضرب الواحد، لان هو عايزهم اصغر من واحد، اقل من واحد، يبقى احنا بنتكلم عن المنطقة دي. تمام. لو دخلنا المقدار ده كله يا ولاد على الآلة هيساوي ربع. وكذلك الأمر احتمال س أكبر من أو يساوي واحد، لذلك هنطبق الرسمة. تمام. بس عايزة أقول لكم حاجة، احتمال إن س تكون أكبر من أو تساوي واحد كل الجزء ده. تمام. طب أنا قلت لكم قبل كده إن مساحة المنطقة كلها بتساوي واحد. طب ما تيجوا نعمل حاجة حلوة، نقول احتمال ان السين اكبر من او يساوي الواحد، يساوي، نحط المساحة كلها ناقص الجزء اللي احنا طلعناه اللي هو اصغر من الواحد، يدينا كام؟ 3/4. تمام. فاهمين احنا عملنا ايه؟ يعني احنا خدنا الربع ده اللي هو الاقل من الواحد، ورحنا طرحناه المساحة كلها، يعني الجزء الصغير ده جبنا ايه؟ جبنا المساحة اللي هو عايزها اللي هو اكبر من او يساوي الواحد، الجزء المتبقي ده. تمام. طيب اخر حاجة احتمال السين بتساوي واحد، طبعا دي هتكون ايه؟ هتكون صفر. انتهينا من الجزء الثاني بالنسبة للدرس بتاعنا، المتغيرات العشوائية المتصلة. ربنا يوفقكم جميعا، ولو في اي استفسار التواصل على رقم الواتساب. ربنا يوفقكم جميعا، انتظرونا في حصة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.